يا صباح القمر، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. وحشتوني جدا 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 جدا. آه قبل ما نبدأ الفيديو، زي ما متعودين ما تنسوش تحطوا اللايك وتعملوا اشتراك. اللي مش مشترك في القناة يشترك في القناة. النهاردة يوم جديد، وبقالي كتير قوي قوي عايزة اعمل الاكلة ديت، فانا قلت لازم اعملها مع اخواتي حبايبي. اللي هي ايه بقى؟ هنشوف مع بعض. اول حاجة جبت هنا صدرين. ماشي، انا بصراحة كنت هعمل الصدرين دول بانيه، وكنت هعملهم كوردون بلو. يعني ايه، محتارة في الصدرين دول، محتارة اعملهم ايه ولا ايه. جت فكرة ان انا اعمل كوردون بلو ورز بسمتي وطبق كروسلو. تمام، قلت لا، مش عايزة اعمل كده. إيه، طب هعمل اتبلها واعملها زي فراخ مشوية كده، واعمل برضو شوية رز بسمتي وكده. لا برضو. اخر ما زيت بقى انا قلت هعملها ايه يا ترى، هنشوف مع بعض. طلعت هنا حتتين بانيه وورك، ماشي يعني زي ما انتوا شايفين كده، لسه مطلعاهم والله. خلاص لسه متلجين اصلا. فانا ايه، هغسلهم بقى كويس جدا جدا جدا. بس ايه، هشيل الكبده والقنصه دول، هسلقهم لمني. إيه، عشان ابني تعبان، عايزاكم كلكم تدعي له ان ربنا يشفيه، وتخلي بالكم من عيالكم، لان في فيروس ماشي في الجو اسمه الهربس دوت. فانا ابني متبهدل منه، متبهدل حرفيا من كل جسمه. عباره عن حبوب وحبوب حبوب مليانه ميه. فتخلوا بالكم وتاكلوا عيالكم اكل مفيد، وبلاش حاجه حلوه، وبلاش القرف دوت اللي تعب ابني واللي خلاه يجيله الفيروس دوت. الحاجه حلوه والقرف. نرجع بقى ايه للفيديو بتاعنا. هغسل بقى زي ما قلت لكم الفراخ كويس جدا بدقيق وميه. الاول احط شويه دقيق وافضل ادعكها شويه شويه حلوين كده، وبعدين احط ميه وليمون واسيبها تتنقع كده شويه حلوين لحد ما نيجي نعمل ايه الوصفه بتاعتنا. الوصفه بتاعتنا سهله جدا، حله واحده. حله واحده حرفيا يعني، الفراخ والرز وكل حاجه في حله واحده. بس مش هنوسخ مواعين، والنهارده يوم هادي خالص، والنهارده الجمعه، جمعه مباركه عليكم يا رب. فايه، فهنخلي الدنيا حلوه باذن الله. باذن الله اهم حاجه تحطوا اللايك، واللي مش مشترك في القناه يشترك في القناه. انتوا شايفين كده دعكتها بالدقيق كويس جدا والليمون. انا كده كده اصلا بعين الفراخ نضيفه، يعني اوريدي بعينها نضيفه وزي الفل وزي القشطه. بس ايه، زياده التاكيد يعني. حطيت شويه دقيق وليمون بس. انا كده كده زي ما قلت لكم منضفاها ومطلعه كل حاجه، ومطلعه الزفرطه اللي ما بين اللي وراك. فكله تمام، كله تحت السيطره. هحط بقى شويه ميه، وهسيبها ايه تتنقع كده حوالي ساعتين لحد ما نيجي نعمل ايه بقيه الوصفه. خلاص الفراخ اتنقعت وزي الفل، وغسلتها وسبتها تتصفى. جبت حله، هحط فيها معلقه سمنه. بعد ما حطيت معلقه سمنه وساحت، هنزل بقى ايه بمعلقه كبيره كده حلوه محترمه بهارات كبسه. بس انا ما وريتكم الكيسه الاول. انا اشتريت دول ب10 جنيه بهارات كبسه. ماشي، عشان ما عنديش، كانت عندي ولسه خلصانه. واحده لومي، ومعلقه بهارات، وعود قرفه خشب. بس انا ايه هكسره. في ايه، ينفع تتكسر ليه؟ ايوه كده. خلاص كده. وهنزل بنص معلقه مرق دجاج. بس يا مصطفى، خلاص. هنزل بقى دلوقتي بالفراخ زي ما انتوا شايفين كده، غسلاها كويسه جدا.
افضل بقى ايه اشوح فيهم كده لحد ما احس ان الماء خلاص اتغير، اقوم نازله بالميه السخنه، ولازم تكون ميه مغليه عشان انا قلتلكوا حله واحده بس. واول ما هتستوي، اول ما خلاص الفراخ داخله على السوا، هي مش هتاخد وقت اصلا لان كده كده اوريدي الورك ما بياخدش سوا كتير، والبانيه مخليه فكده كده هتستوي بسرعه. الصدور قصدي مخليه، فزي ما قلتلكوا هتستوي بسرعه. ممكن احط عودين ورق لوري، ثواني خليكم معايا. خلاص كده اتشوحت، هروح بقى ايه اجيب الميه السخنه. بسم الله الرحمن الرحيم. باذن الله هتطلع احلى كبسه اعملها في حياتي باذن الله. خلاص هسيبها بقى ايه تستوي. هسيبها بقى تستوي براحتها، واول ما احس ان هي داخله في السوا خلاص هنزل بالرز. مش هصفي الميه لان كده كده اوريدي البهارات بودره مش صحيحه. لو كانت صحيحه كنت هضطر اصفيها، بس هي مش، ده بودره زي ما انتوا شايفين كده. وبعدين هنزل بالرز. تمام. عشان قلت لكم اكله سهله وسريعه ومن غير مجهود، وباذن الله هتطلع كويسه. خليكم معايا عشان تشوفوا النتيجه في الاخر. بس ايه، حطوا لايك كده وشجعوني في الكومنتات. يلا خليكم معايا. بصوا خلاص استوت، لاني شفتها فلقيتها استوت. زي ما انتوا شايفين خلاص. هطلعها بقى دلوقتي على طبق واحط الرز. انا هرجع احط الفراخ تاني بس لما احط الرز بس. انا كده كده ظابطه الميه، يعني انا بغلي الميه حاطه كام كوبايه ميه. انا حاطه هنا 4 كوبايات ونص، دول 4 كوبايات ميه ونص. كل كوبايه رز بسمتي تاخد كوبايتين ميه، فانا عامله الرز كوبايتين ونص. غسلت الرز كويس جدا وصفيته. خلاص هحط بقى الملح. اظبطي الملح بقى. بصوا انا هسيب الرز يستوى وبعد كده هحط الفراخ على الوش. هسيب بقى الرز يستوي وبعد كده هحط الفراخ على الوش زي ما قلت لكم. بصوا الحلاوه والطعامه، بصوا الرز مفلفل والدنيا هنا جامده. بصراحه انا دقت يعني، بس ايه، عايزه اغرف وادوق بقى. الله عليك يا بنت يا شوشو. هاتي كده اما ندوق حته ايه فراخ صغيره يعني لحد ما جوزي يجي عشان نتغدى.
كده خلاص كل حاجه معايا ايه استوت وقفلت عليها. هنروح بقى نعمل شويه ايه دقوس. يلا بينا عشان تكون الاكله كامله متكامله. اول حاجه جبت الكبه معايا، احط فيها ربطه كزبره خضراء، وطماطميتين صغيرين مقطعاهم ايه 4/4، ولو في طماطمية واحدة كبيرة ماشي مفيش مشكلة. وهعصر ليمونتين، انا جايبة الطريقة ديت من مين؟ من اختي هاجر اللي في السعودية. خلاص وفصين 3 كده توم مهروس، وشوية خل، معلقة خل واحدة، ومعلقة شطة، ومعلقة ملح، وهفرم كل دول في الكبة. وبكده نكون خلاص خلصنا الغدا بتاع النهارده. يا رب يعجبكم، وما تنسوش تحطوا اللايك، واشوفكم في فيديو جديد. خليكم معايا وانا بوريكم وانا بقلب الكبسه في الصينيه. بسم الله الرحمن الرحيم. انا خايفه بس يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. اوه يا نهار ابيض على الجمدان. استنوا بس ننزل شويه الرز دول. انا عايزه اقول لكم ان مفيش حبايه لزقت. بصوا كل ده هينزل.
لو عندي بقى شويه زبيب كده وشويه مكسرات احطهم كده على الوش. لسه في صدر، راح فين؟ انت رحت فين؟ هنلاقيه دلوقتي. نجيب بقى ايه البهارات الصحيحه. اهو. تعالى، رحت فين؟ دايبه والله العظيم، بس عشان سخن نار. ايه رايكم؟ الصينيه بتتكلم عن نفسها. والله العظيم تحفه. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وزي ما قلت لكم لو عجبكم ما تنسوش تحطوا اللايك. اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.